سلام، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين مزيان، احوالكم طيبه ومرحبا بكم دائما على قناه كويزين نهى. اليوم غادي نشارك معكم طاجين ديال الحوت اللي كنوجدوه في دقه واحده، وواحد الروز اللي كيجي لذيذ بزاف كيعجب الدراري الصغار وحتى الكبار. ونخليكم مع الطريقه والمقادير في نفس الوقت وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله. عندي هنايا الحوت، انا خديت هذا النوع، ممكن تاخدوا اي نوع بغيتو. عندي هنايا جوج ديال مطيشه، عندي هنا بطاطا اللي قطعتها دوائر، وهنايا خيزو اللي سلقته نص سلقه، والفلفله. هنايا عندي البصله اللي قطعتها بهذا الشكل، جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، وعندي هنايا شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال السودانيه كتبقى اختياريه، معلقه صغيره ديال التحميره والكركم، شويه ديال الملحه، الكمون والقزبر يابس، وراس معلقه صغيره ديال القرفه. وعندنا هنايا الزيتون والحامض مصير. ومباشره غنبداو نحضروا في الحوت ديالنا. غادي ناخذ هنايا جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، غادي نضيف ليهم العطريه اللي ذكرت لكم من قبل، وغادي نضيف عصره ديال الحامض. هنا تقريبا عندي نص حامضه. وغادي نضيف ربع كاس ديال الماء. وهنايا غادي تضيفوا 4 الفصوص ديال الثومه، انا هنايا نسيتها، غادي نتفكرها حتى الاخير عاد غادي نضيفها. كما كنعرفوا الحوت هو الثومه، فالا ما كانتش الثومه راه بحال الا ما درنا حتى شي حاجه. غادي نضيف هنايا شويه ديال الخل، الا كان عندكم الحامض بالزيت فغادي تكتفيو غير بالحامض. صافي غادي نخلط الشرموله ديالي مزيان، وغادي نحط الحوت ديالي وغادي نحاول هكا نديرو في ديك الشرموله مزيان. فمن الاحسن هكا ديروه في الشرموله، عاد تقادوا هكا الخضره ديالكم باش هكا كيتشرب لكم العطريه مزيان. وما كتحتاجوش تخليوه واحد المده اللي هي طويله باش يتشرب لكم العطريه. فهاد الطاجين راه كيوجد بسرعه. غادي نخليه هنايا على جنب، وغادي ناخذ الطاجين وغادي نحط فيه الخضره ديالي. غادي ناخذ البصله هي الاولى، غادي نحطوها من التحت، غادي نفرشها مزيان في الطاجين. وصافي هنايا من بعد ما حطيت البصله غادي نبدا نحط في خيزو اللي سلقته نص سلقه. والكميه دائما راه كتبقى على حسب افراد الاسره وعلى حسب المتوفر. انا درت هنا كميه اللي هي قليله ماشي كثيره. وكنقول شكرا للناس اللي كتشاهد الفيديو وكتدعمني باللايك وبالبارطاج مع الاهل والاصحاب، وبلي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كيخليوني دائما مستمره معكم في القناه. ودعمكم دائما كيبقى فضلا وليس امرا. وما تنساوش الى اول مره غادي تشاهدوا الفيديو ضغطوا على الجرس باش هكا يوصلكم الجديد دائما، ولايك والبارطاج مع الاهل والاصحاب لتعم الفائده. وهنايا صافي غادي نستف الحوت ديالي فوق البصله وخيزو، وغادي نحتفظوا بالشرموله اللي كتبقى لينا على جنب حتى كنستفوا الخضره ديالنا. وكما شفتوا من قبل راه وريتكم الثومه، راه كنت نسيتها، راه حكيتها وضفتها على الحوت. صافي هنايا غادي نستف البطاطا ديالي هكا غير عشوائيا، ممكن دريسيو الطاجين ديالكم كما بغيتو. انا هنا كان شويه مزروبه به فقاديتو هكا غير عشوائيا. صافي وهنايا غادي ناخذ الفلفله اللي خديتها دوائر كيفاش شوف الاول كنت مقطعها على طول، فهذيك خليتها على جنب. غادي ندير بها واحد الروز اللي غادي يجي لذيذ بزاف وغادي يعجبكم بزاف. صافي وقطعت هنايا الفلفله دوائر وحطيتها من الفوق. صافي ومباشره غادي نحط في مطيشه اللي قطعتها حتى هي طريفات، وغادي نحطها حتى هي عشوائيا بهذا الشكل. صافي وغادي نضيفوا الشرموله اللي بقات لينا من الفوق، كنديروها فوق الخضره ديالنا باش هكا حتى هي كتشرب لينا العطريه مزيان وكيجينا الطاجين لذيذ.
غادي ناخد شويه ديال الماء وغادي نضيفو لهاديك الشرموله اللي بقات لاصقه ليا في هذاك الاناء، وغادي نعاود نخويه هكا فوق الطاجين. واخر حاجه غادي نضيفوها هي ربع كاس ديال زيت الزيتون، غادي نضيفوه هكا من الفوق صافي. وغادي تاخدوا الطاجين ديالكم وغادي تحطوه فوق البوطه مباشره. هنايا انا راه خليت البوطه مجهده حيت هكا كنت مزروبه به، خليته حتى غادي يغلى شويه عاد غادي نطفي عليه اولا غادي نقص عليه. وممكن نتوما الا عندكم الوقت تنقصوا عليه على عافيه مهيله من الاول باش هكا كيجيكم لذيذ ومعلك. صافي غادي نغطي عليه ونخليه يكمل الطياب ديالو من بعد ما غلى مزيان. بالنسبه للرز خديت هنايا بصله مشلضه، ضفت عليها فلفله الوان حتى هي مقطعه، وخديت هنايا 2 فصوص ديال الثومه. الفلفله كديروا اللي متوفر عندكم، ممكن تضيفوها الوان، ممكن تضيفوا غير الخضراء اولا غير الحمراء. هنايا غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، ممكن تستعملوا الزيت النباتيه. غادي نضيفوا شويه ديال الملحه، غير شويه حيت غادي نضيفوا الحامض مصير من بعد. وغادي نضيفوا شويه ديال البزار، وغادي نضيف هنايا ورقه ديال الرند اولا ورقه سيدنا موسى صافي. وغادي نحرك هادشي مزيان وغادي نحطو فوق البوطه حتى كيتشحر مزيان وكيولي على هاد الشكل. غادي نضيف هنايا الرز اللي سلقته من قبل، ممكن تستعملوا الرز اللي بغيتو ولكن هذا كيكون افضل. غادي نضيف ليه شويه ديال الحامض مصير، كيعطيه واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. غادي تجربوا هذا الرز وغادي ينال الاعجاب ديالكم انا متاكده. غادي نحيدوا هذيك الورقه ديال الرند، وهنايا غادي نحك شويه ديال الزعتر بين ايديا وغادي نحرك مزيان حتى كيتلبس لينا هذاك الرز بالعطريه كامله. وغادي نعاود نحطو فوق البوطه غير واحد 2 دقائق يتشحر. هنايا ضفت شويه ديال صوص الصوجه اللي كتبقى اختياريه والا كانت متوفره، الا ما كانش فراه ماشي بالضروره. صافي كما قلت لكم من قبل غادي نحطو فوق البوطه شويه حتى كيتشحر ليا مزيان صافي. وغادي نحيدو. وهنايا الطاجين ديالي من بعد ما صافي بدا كيدخلو الطياب غادي نضيف ليه الزيتون، كتستعملوا الزيتون اللي بغيتو. وغادي نضيف طريفات ديال الحامض مصير وغادي نغطي عليه ونخليه يكمل الطياب ديالو. وهنايا غادي نطلع لكم انا الطاجين ديالي. كنتمنى تكون الاطلاله ديالي خفيفه على قلوبكم، وغادي يكون هذا اول ظهور ليا معكم في القناه. فهنا هزيت الطاجين ديالي انا ومالي الدار ومشينا عند الاخت ديالي وتغدينا معاها. وهذا هو الطاجين من بعد ما كيطيب كيجي على هذا الشكل، راه كيجي لذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه. والرز كذلك اللي كيجي اكثر من رائع صراحه، جا لذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه. وكيجي مفرق حبه على حبه كما كتشوفوا هنايا، ما كيجيش معجن نهائيا. والطاجين الحوت حتى هو كيطيب لينا مزيان وكيجي على هذا الشكل. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وبصحه والراحه.